السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نوجد معكم هذا الكيك اللي كيجي غزال بزاف بالسبانخ. كما كتعرفوا السبانخ عندهم فوائد بزاف هكذا، حتى الا كان عندكم هكا الوليدات ما كياكلوهمش بهذه الطريقه غادي ياكلوهم، حيت ما كيبانوش باللي كاينين في الكيك. والكيك راه كيجي بنين بزاف. ونخليكم مع الوصفه ونبداو بسم الله. هنا في الخلاط الكهربائي غادي نوضعوا 3 ديال البيضات، وغنضيفوا كاس ديال السنيده، كيس من سكر فاني، قبيصه ديال الملح، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، غنطربوا هاد المكونات ديالنا مزيان. من بعد هنا كنضيفوا السبانخ. بالنسبه للسبانخ كانوا عندي في المجمد، الا كانوا باقيين جداد كديروهم هكا في المقله، كتصهدوهم واحد شويه باش كيدبالوا. من بعد كتضيفوهم وغادي نضيفوهم للخليط ديالنا، وغادي نطربوا مزيان. كيرجع الخليط ديالنا على هذا الشكل كما كتشوفوا، كيعطينا داك اللون. هنايا عندنا 2 كيسان ونص ديال الدقيق مع 2 اكياس من خميره الحلويات. عندي انا هنايا الخميره ديال هكا ديال العبار، درت معلقه كبيره صافي. من بعد هنايا غادي نخلطوا هاد المكونات مزيان حتى كينسجموا. كنضيفوا الدقيق على 2 ديال الدفعات. من بعد غادي نضيفوا معلقه كبيره ديال الخل الابيض. كما كتشوفوا الخليط كيف كيجي، ونخلطوا واحد شويه. صافي هنا خديت هاد اللاطه ديال الفران. من بعد ما فرشت فيها ورق الطبخ كنخوي فيها الخليط وكنقادو مزيان. من بعد كندخلوه للفران اللي يكون مسخن من قبل. صافي كنطيبوه من التحت ومن بعد كنشعلو عليه الفوق. المهم يمكن لكم ديروه في اي هذا مول بغيتو، يكون دائري ولا مربع، كيبقى الاختيار لكم. انا هنايا درتو هكا. غادي نقسموه على 2 باش كيجيني على شكل مستطيل. صافي هذا هو الكيك. من بعد ما طاب غنخليه حتى يبرد. كما كتشوفوا معايا كيجي داك اللوين ديالو غزال بزاف بدون ملون. هنا غادي نقسم هذا الكيك من بعد ما برد، غنقسمو على 2 وغادي نحيد هذوك الجوانب اللي زايدين. صافي من بعد هنايا غادي نوجد الكريم. هنا خديت 100 غرام ديال كريم شونتي بودره، ضفت ليها 4 لتر ديال الحليب. صافي غادي نخدمهم مزيان حتى كتطلع ليا الكريمه. وهنايا خدموا بالحليب يكون بارد مع الكريمه حتى هي تكون بارده باش دغيا كطلع لكم. صافي هنا من بعد خديت الطبقه الاولى، غادي نضيف ليها الكريم من الفوق وغادي نقادو مزيان. وهذا الكيك راه ما كيحتاج نسقيوه، كيجي مزيان، كيجي خفيف.
ورطب. صافي هنايا غادي نقاد مزيان الكريم من الفوق ديال هاد الطبقه. من بعد غادي نضيف الطريفات ديال الكيوي مقطعين. من بعد غادي نضيف الطبقه الثانيه ديال الكيك. وكنضيفوا الطبقه ديال الكريم. من بعد هنايا خديت هادوك البقايا ديال الكيك اللي كنت حيدت من الجوانب، دوزتهم هكا في الصفايه صافي، وكنزينوا بهم الفوق ديال الكيك على هذا الشكل اللي كتشوفوا. من بعد هنا غادي نحيد واحد شويه من الجوانب ديال الكيك باش كيجينا هذوك الطبقات مقادين وباينين. وهنايا غادي نزين من الفوق بالقطع ديال الكيوي مقطع دوائر صافي. وكنحطوا هاد الكيك في الثلاجه واحد شويه باش يبرد ويشد في راسو مزيان. من بعد كنقدموه بالصحه والراحه. الصراحه الكيك جا غزال بزاف، كيجي خفيف ولذيذ بزاف. وبهذوك الصبانخ اللي ضفنا فيه، راه كما كتعرفوا هذوك الصبانخ عندهم فوائد بزاف. كيك صحي وغزال غزال، نتمنى يعجبكم. وما تبخلوش عليا باللايكات والتعليقات، وما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. وغادي نقول لكم بسلامه عليكم، نتلاقاكم في فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه جديده.